قاعد يطلق قذافة ايميليا. اوه بالعكس رد الهياه سهيل الطيري، رد للضربة بضربة قوية وقاعد يتابع الضربات بشراسة. محمد يحيى قاعد يحاول يدافع عن نفسه. اوه ضربة قوية مباشرة محمد يحيى. مرحبا بكم متابعي صفحة بالعربي في مقطع جديد، ولسنتابع من خلاله نزال رائع جدا بين البطل الإماراتي محمد يحيى والبطل الجزائري سهيل الطيري. نزال عرف جدل كبير جدا بعد إعلان النتيجة. قبل مشاهدة المقطع قم بود لايك إذا أردتم مزيد مقاطع الفترة المقبلة وأردتم التعريف بأولى الأبطال شاركوا المقطع. للإشارة البطل الإماراتي بالقفازات الحمراء والبطل الجزائري بالقفازات الزرقاء، فلنشاهد معا. النزال الأخير وهو حصول إقصاء وديسكواليفيكيشن. سهيل الطيري يدخل الى الامام مباشره وهو يعني هو اللي مسيطر على وسط القفص. محمد يحيى البطل الذي يدافع عن لقبه. ضربه قويه مباشره من سهيل الطيري. محمد يحيى يمكن اكثر مقاتل اماراتي ديكوريتد، يعني اكثر واحد دخل في منظمه محاربي الامارات بعد ما كان موجود مع بلاتور، بعد ما كان موجود مع ديزرت فورس، بعد ما كان موجود مع دي اف سي. اعتقد حتى قاتل يمكن في فينيكس. لا ما قاتل في فينيكس. اوكي ما زال في يعني جس للنبض من كلا المقاتلين، ولكن ضربات المؤثرة لصالح طيري. بس طيري هو اللي بدا، يعني هو اللي مثل ما يقول درو فيرست بلاد، هو اللي بدا اول. ضربة قوية هزت محمد يحيى. محمد يحيى اهتز وحاول يرد بركلة. تحركات بالرأي جيدة من الطيري. طيري سهيل طيري قاعد يبتسم اثناء النزال. ركلة عالية بس اخمدها محمد يحيى. تحركات جيدة من الطيري. لازم يسدد ضربات اكثر. محمد يحيى معروف عنه بالملاكمة، لازم يستخدم الملاكمة تبعه. محمد يحيى عم ينطر الضربة تجي لحتى يحاول يسدد ضربة معاكسة، لازم يحاول يدافع. ضربة قوية مباشرة محمد يحيى. ضربة ناك داون، لكن عم يتصرف بطريقة صحيحة. لازم ما يعطي مجال لحتى يستعيد ضربة واسقاط مقابل مقاتل يحيى. محمد يحيى وقوف سهيل اهتز. لنشوف يعني الجدير بالذكر يعني ما عم يستعجل محمد يحيى، وهذا دليل محاولة اسقاط. غيرها للسنجل ليج. دفاع جيد من محمد يحيى. محمد يحيى المفروض يدفع وجه الخصم ويطلع من عنده بضربة البو، بس اخذ الاندر هوك بجا واحدة 50-50. بهالوقت سهيل طيري قاعد يستعيد رباطة جيشه وقاعد يوخر من الضربات. هم امامنا الان محمد يحيى سوى ريفرسل الى المقاتل الجزائري. المقاتل الجزائري حاول يدفع بخصره، عفوا بكتفه على وجه محمد يحيى. وضعية راد جيدة من قبل المقاتل الجزائري. محاولة اسقاط من قبل المقاتل الجزائري. محمد يحيى توازن جيد من محمد يحيى. يطلع من عندها.
ضربة تكون قريبة تحت الحزام. شوف الخبرة، هذا مو نفس محمد يحيى قاتل في ديزرت فورس صحيح. اللي خسر من حسن طلال، هذا مو نفس المقاتل اللي خسر نزاله في بلاتور، هذا مو نفس المقاتل اللي كان فايز 10-8 من أول جولة وخسر ثاني جولة. هذا نوع جديد من محمد يحيى. تطور جيد جدا حتى في الدفاع عن الاسقاطات، عم نشوف دفاع جيد وحتى حنكة وخبرة جيدة من محمد يحيى. قذائف، كل المقاتلين قاعد يطلق قذائف إيميليا. أوه بالعكس رد الهياه سهيل طيري، رد للضربة بضربة قوية وقاعد يتابع الضربات بشراسة. محمد يحيى قاعد يحاول يدافع عن نفسه وانتهت الوقت. الآن يعني كلا المقاتلين كان عندهم نوك داون، ركلة قوية من قبل طيري. يعني شوف رجوع سهيل طيري بعد الضرب المبرح اللي اعطاه اياه محمد يحيى يحسب له. تحركات قوية او كان غلط من محمد يحيى، يذهب الى جهة اليسار لما القدم اليمين هي للخلف من قبل سهيل طيري. شوف هذا جمال في القتال المختلطة، في اي لحظة ممكن تقلب النتيجة. محمد يحيى وجه الامارات في القتال المختلطة، وشوف التحرك قاعد يسوي سلايد، ما قاعد. اوه ضربة قوية، ضربة قوية، حصر على السياج، عكسها طيري. حاولت اسقاط من سهيل طيري. الآن وضعية طيري، وضعية رأس الطيري وضعية جيدة لمحاولة الإسقاط على محمد يحيى أنه يحاول يدفش رأسه ويبعده عنه. محمد يحيى عنده بالانس ممتاز، عنده توازن ممتاز، ما قاعد يفقد توازنه. مركز الثقل داخل. اوه اسقاط وصعد راسا، وقف محمد يحيى. دفاع جيد من يحيى انه يرجع القتال الى الواقف. نعم. طبعا لما يكون ظهرك على السياج انت مو بالوضعيه الاحسن، الوضعيه الاحسن انه ما يكون ظهرك على السياج. ضربات ركبه عاليه الى وجه محمد يحيى. محمد ياخذ ماخذ عند ال 50-50 بالاندر هوك، عند الذراع اليسار اسفل. اوه اسقاط مره، اسقاط اخر، وراسا محاولة وقوف مستميتة من قبل محمد يحيى. سيطرة على الظهر ولكن وضعية غير مكتملة. عنده وقت 200 دقيقتين و40 ثانية. دفاع جيد، عم يتصرف بطريقة صحيحة، والمفروض يلف محمد يحيى، يلف موجود هو الجنب الركنة، قاعد نشوفه قاعد يلف كضربات للساق أكثر من سهيل طيري. محاولة التفاف من محمد يحيى. حاول التفاف من محمد يحيى ناجحة، ولكن ذهب إلى وضعية الماونت ما أخذها سهيل طيري. ضربات كوع قوية من قبل سهيل طيري. سيطرة على الظهر مرة أخرى من قبل طيري، ولكن تخلص منه محمد يحيى. وشوف نصيحة لمحمد يحيى بالالتفاف. أوه محاولة جلوتين من قبل سهيل طيري. عم يدافع بشكل صحيح لحد الآن. قاعد يخلي بوضعية ما يسمى بالترايبود، يصعد إلى الأعلى، قاعد يضغط، المهمة يفقد وعيه.
دفاع بصورة صحيحة. محمد يحيى بوضعية صعبة أقل ما يقال عليها. عم يدافع قوة تحمل قوية جدا من محمد يحيى. وشوف نظرة المقاتل البطل طلع من عندها ولا أحلى. والآن بدأ يكيل الضربات. نزال أبيك ملحمي. دفاع جيد رائع من محمد يحيى. الآن يعني الجهد اللي بذله الطيري لحتى يشد لها بهالطريقة لإنهاء حركة الإخضاع. وشوف على قولتك أنت المفروض يرفع ويذهب اليسار. ضربات من محمد يحيى. اللياقة راح تلعب دورها الآن. اللياقة منها وعند اللياقة أعلى. عشر ثواني. ضربة قوية. أي شيء ممكن يصير حتى بأول آخر ثانية. كلا المقاتلين يعني التعب. الجولة الثالثة والتعب الواضح على كلا المقاتلين. المقاتل الجزائري بالقفازات البيضاء، المقاتل الإماراتي محمد يحيى بالقفازات السوداء والركن الأحمر. أوه. ضربة قوية أعتقد إلى وجه محمد يحيى. وقاعد يسألوه الركنة لماذا تقف أمامه، اذهب بدوائر. وفعلا محمد يحيى قام يذهب إلى الدائرة الغلط، بس قاعد يذهب إلى يمينه وليس إلى يساره. ضربات قوية. المشكلة لما تتعب ايدك تنزل الى اسفل. محمد يحيى تعب في هذا النزال، محاولة الخروج، وهناك جرح على الحاجب الايسر لسهيل الطيري. قاعد ينتظر محمد يحيى، ما اعرف شو قاعد ينتظر. ظهر على السياد الان ضربات قويه متتابعه من قبل المقاتل الاماراتي. تعب واضح، ولا ليش قاعد ينتظر؟ تفادي للكمه من قبل سهيل الطيري، وريفرسل من قبل المقاتل الاماراتي. الآن في وضعية سيطرة على الظهر، ولكن محمد يحيى بيرجع بيوقف على اجريه. لازم يدفع بالايدين الى الاسفل لحتى يتخلص من القبضة. الآن يعني في مجهود على محمد يحيى لأنه عم يحمل وزن كلا المقاتلين. اسقاط من قبل المقاتل الجزائري، واخذ الظهر من قبل المقاتل الجزائري. محمد يحيى في الجولة الثالثة واخر دقيقتين من عده ياخذ ضربات من كتف المقاتل الجزائري. مارك جودارد الحكم المعروف يقول للمقاتلين تابعوا الضرب. ضربة قوية هزت محمد يحيى. قوة التحمل مدهشة للبطل الإماراتي. ضربة بالكوع. محاولة اسقاط ناجحة. السيطرة على الظهر. باقية دقيقة و20 ثانية ومحكمة. دفع من قبل المقاتل الجزائري.
ومسك اليد اليمنى وكانت الضربات واحدة تلو الأخرى، وأخذ وضعية الخنق من قبل المقاتل الجزائري، ولكن دفاع جيد ما زال من محمد يحيى. جرح غائر على وجه المقاتل الإماراتي. يعني شوف خنقة بس تعب واضح على محمد المقاتل الإماراتي. هل يتخلص؟ كان الدفاع يكون عند القوة كامل الدفاع. 10 ثواني دفاع مستميت من قبل محمد يحيى لحركات الخنق. 30 ثانية قاعد يقول 20 ثانية وقاعد يلف لف المقاتل الإماراتي. ضربات قوية من قبل محمد يحيى. البطل لا يريد أن يرجع الحزام للمقاتل الجزائري أو يعطي الحزام للمقاتل الجزائري. ابيك. هذا هو وقت الامتحان حين يكرم المرء او يهان. الجولة هاي جولات الشامبيونشيبس. تعب واضح على كلا المقاتلين، ولكن الآن محمد يحيى هو في السيطرة. ضربة قوية رجت المقاتل طايري. شوف الطايري قاعد يتراجع إلى الخلف مع أنه كان عنده الأفضلية في البداية. شوف استعاد قوته للسكند ويند. الله، المقاتل الإماراتي يرينا ماذا هو مصنوع منه. معدن الأبطال. احترام شديد لكل المقاتلين لوصولهم الجولة الرابعة. ركن المقاتل الإماراتي يقول تقدم إلى الأمام. واقفين بكل المقاتلين كمحاربين. لا شوف هاي الحركة من سيف طيري باينة واضحة من بعيد وتأخذ جهد كبير، اللي هي جاب سبيننج باك فيست. الركلات أيضا تأخذ جهد كبير. يعني باين على يحيى انه استعاد طاقته احسن. من صح احسن قاعد من اقول لك طيري. السكند ويند اللي لما تركض مره واحده تجيك طاقه. وشوف حتى التغيير بالوقفه لصالح المقاتل الاماراتي محمد يحيى. الان المفروض ضربات كوع، وقاعد ينظر الى الساعه محمد يحيى وعنده دقيقتين اعتقد قاعد يوفر طاقته الى اخر دقيقه. سويف طيري باين عليه التعب والجرح. ضربات قويه. ركله قويه من قبل محمد يحيى. محمد قاعد ينتظر الضربة اللي يحاول يقضي فيها على خصمه بضربة واحدة فقط.
اعتقد المفروض ما ينتظر، على الاقل يسوي كومبينيشن او تسلسل. بلشت ضربات طيري تكون تلغراف، عم يحضر لها كثير لحتى يعني عم يبعد عنا محمد يحيى. واعتقد قاعد يضيع وقت وقاعد ينتظر ضربة كوع. ضربة الكوع تاخذ جهد اقل لو كانت بنفس الاندفاع للشخص وليس كوع عكسي. المفروض محمد يحيى يضرب ضربات مستقيمة. سيد طيري تعبان بهاللحظة، المفروض سيد طيري يتقدم الى الامام، ولكن هو تقدم الامام بدون اي ضربة قوية. ركلة ممتازة. بدأت ضربات الكيك تأثر على محمد يحيى، أجبرته أنه يبدل وقفته للحظة. محاولة اسقاط في هذا الوقت، صعب الاسقاط الا اذا تريد يعني تسرق الجولة، بس هو اعتقد متفوق في هذا الوقت. 10 ثواني اعزائي المشاهدين في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة بين كل المقاتلين. هذا المفروض يكون درس لكل المقاتلين، يقول ما اريد اقاتل مع شخص احبه او شخص صديقي، لعد انت في المجال الخاطئ. هالمرة اعتقد سهيل هو اللي قاعد بادئ الهجوم. هناك دماء تتدفق من قبل من فوق الحاجب الايسر. على يعني الظاهر انه سهيل اخذ الجوله الرابعه استراحه والان عم يرجع بقوه. وكثير من المقاتلين في نزالات من 5 جولات يعطون جوله مستعدين يخسروها. طول الاطراف ممتاز من قبل كل المقاتلين. محمد يحيى حتى حركة طيري الآن يعني كأنه فريش، صحيح، كأنه طالع لحد الآن، يعني كأنه بدأ النزال من أول وجديد. حتى إذا بتشوف يعني بدأت الركلات تتأثر على محمد يحيى، بس محمد يحيى ايده اليسرى دائما تنزل، ولذلك قاعد يضرب على العين اليسرى. يعني المفروض اذا ترفع، انا اعرف انه تعبان، اعرف مرت عليه 22 دقيقة من النزال، بس اللي لازم يعمله لكي يبقي الحزام هنا في الامارات. اوه ضربة قوية، ارفع ايدك اليسرى بس. دفاع ممتاز من محمد يحيى، تسلسل جميل من سيد طيري. اللياقة راح تلعب دورها الآن. سوبرمان بانش ما لها داعي باعتقادي، لأن تأخذ جهد كبير. المفروض يقطع الزوايا على سيد طيري. محمد يحيى البطل الحالي، مثل ما قال طارق انه بدات الضربات تبين، اثر الضربات تبين على محمد يحيى. ضربة ركبة، كان اشتباك بسيط، يعني محمد يحيى لازم يحاول يدفشه الى السياج ليخفف من وطأة هذه الركلات. يعني كل ما عم يستقبل ركله عم يعكس الوقفه مثل ما شفنا وبيرجع مره اخرى. ودماء غزيرة، دماء غزيرة تدفق. المشكلة بدماء الغزيرة تغير من ضغط المقاتل، يعني ضغطه يقوم يهبط ويشعر بدوار لحد ما يستعيد القلب الرذم والإيقاع. من كان يتوقع هذا النزال يذهب 5 جولات؟ شوف هناك أثر على الضربات على وجه محمد يحيى ولكن تحت العين. باقي دقيقة و50 ثانية، من يريدها أكثر؟
انا باعتقادي كانت جولتين لجولتين صراحه. اللي يفوز بهاي الجوله يمكن يفوز بالنزال بالكامل. دقيقة ونصف على نهاية النزال ونهاية الليلة، ويمكن نهاية وجود محمد يحيى كبطل. ضربات قوية محمد يحيى نزل يديه، المفروض يرفع ايديه. اسقاط في نهاية الجولة لم يكتب النجاح. محاولة ممتازة من سهيل الطيري. محمد يحيى المفروض يتقدم الى الامام بضربات جاب. ركلات قوية من سهيل الطيري. 45 ثانية. لو طيري يريد ان يسرق هذه الجولة لازم يحاول يسقط النزال. المفروض محمد يحيى يلف على الجهة اليسار. تردد قبل كل المقاتلين، اعتقد قاعد ينتظرون اخر ثواني لمحاولة اسقاط او ضرب. قاعد يقول له لا تتحرك سهيل. محمد يحيى قاعد يتحرك، بيكون جاء 10 ثواني. 9 8 تقدم الى الامام محمد يحيى محاولة اسقاط لسرقة الجولة. هل سوف ينجح؟ لا. هناك اعتقاد من قبل المقاتل الجزائري انه فاز، هناك اعتقاد من قبل المقاتل الاماراتي انه فاز. متابعي صفحة بالعربي، نشكركم على مشاهدة المقطع. لمتابعة المزيد قم بالدخول الصفحة، عندك سوف تجد العديد من المقاطع التي أتمنى أن تنال إعجابك. ضغط التعريف على الأبطال، شارك المقطع. إلى اللقاء.